رسميا كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف. أهلا بكم. لا زالت أنباء انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد هي المهيمنة على الميركاتو الحالي، إلا أن الأنباء متضاربة بين مؤكد على انتهاء الاتفاق بين جميع الأطراف وآخر ينفي تقديم ريال مدريد لأي عرض رسمي للتعاقد مع كيليان حتى الآن. لنعود بالأحداث إلى استبعاد كيليان مبابي من جولة اليابان التحضيرية من طرف إدارة البي اس جي كإجراء تحاول من خلالها إدارة قطر الضغط على كيليان لتجديد عقده، إلا أن هذا الأخير ظل وفيا لرغبته في عدم التجديد، وهذا ما جعل كيليان يتدرب رفقة اللاعبين الغير مرغوب فيهم. وفي الجانب الآخر قد سبق لناصر الخليفي التأكيد على مغادرة مبابي هذا الصيف في ظل رغبته في الاستمرار مع الفريق دون التجديد. وارتباطا بهذا الموضوع، بقى للصحفي المشهور فابريزيو رومانو وأن أكد أن النادي الباريسي قدم عقدا جديدا مع بوند بيع مضمون لصيف 2024، لكن المهاجم رفض أي عرض جديد ويظل ثابتا في موقفه، وهو الوفاء بعقده الذي ينتهي الموسم المقبل دون التجديد. فيما تصر صحيفة لو باريزيان في معلوماتها اليوم على أن وضع مبابي في باريس سان جيرمان غير مستدام، وأن النادي الفرنسي يستعد لرحيله قبل نهاية سوق الانتقالات. وتفترض الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم عرضا للاعب بعد 15 أغسطس، وهو ما ينظر إليه على أنه بصيص أمل في باريس سان جيرمان. وأعلن بدوره الصحفي رودريغو فايز أحد أشهر الصحفيين أن الصفقة عرفت تقدما كبيرا هذا الأسبوع في اتفاقية كيليان مبابي، ولكن لم تكن هناك تسريبات. وانتشر فيديو لجوني كلافات وهو أحد مسؤولي التعاقدات في ريال مدريد، كان يتحدث فيه مع ميليتاو وفينيسيوس يطالبونه من خلاله التوقيع مع كيليان هذا الصيف كنوع من المزاح بينهم. ¿Va a venir Mbappé? ¿Cómo lo veis vosotros? Esperamos que venga. Ojalá que sí. Ojalá que venga. Ojalá que sí. Ahí. Juli. Juli hay que fichar. Dile a Juli para fichar. Dile a Juli para fichar. Dale un saludo ahí. Es que tenéis todo el dinero vosotros, lo estáis gastando en Ibiza y ya no va a haber dinero para Mbappé. ¿Qué habéis está haciendo por Ibiza? Es Así te lo igual. van a contar. Le vamos a llevar a Pablo a una fiesta de esas vuestras. El entrenamiento lo vamos a hacer en Ibiza. Un abrazo, Vini. كما انتشرت صورة لرجل الأعمال الإيطالي جوردان روكا مع كيليان مبابي، وكانت اللقطة مصحوبة برسالة 10 و9، شيء لم يمر مرور الكرام بين الناس، وبدأوا بالفعل في وضع نظرياتهم حول ما إذا كان له علاقة بالرقم الشاغر في ريال مدريد. أما في الجانب الفرنسي، أكدت صحيفة ليكيب أن ريال مدريد ينتظر إعلان كيليان مبابي رحيله قبل تقديم العرض الأول لباريس، الذي ينوي ترك مهاجمه في المدرجات حتى إشعار آخر. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد لتقديم 180 أو حتى ما يصل إلى 200 مليون يورو في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس، ولكن فقط إذا أعلن مبابي علنا أنه يريد المغادرة. يجدر بالذكر أن مبابي لا زال يتدرب مع اللاعبين الغير مرغوب فيهم حتى بعد عودة الفريق من اليابان، إلا أن الموعد النهائي لعودته إلى التدريب الجماعية هو 1 سبتمبر. إذا بقي لاعبا في باريس سان جيرمان فسيتعين عليه العودة إلى زملائه في المجموعة، وإلا يمكنه إنهاء عقده من جانب واحد.